لانه بعض من النواب مثلا اللي بيتم انتخابهم بمناطق ذات اغلبيه مسلمه بضواحي باريس، لانه في كثير من هالمناطق كل ضواحي باريس صارت اغلبيتها مسلمين هلا، عم بيغيروا خطابهم وعم بيكون خطابهم حتى اسلامي، عم بيروحوا يزوروا مساجد سلفيه. ولكن الخوف والخطر هو بمؤسسات الظل، يعني اللي ما عندها ترخيص، اللي بتكون بأماكن مغلقة، يمكن يستأجروا قاعة ويجتمعوا فيها، وبيكونوا عم بيبثوا نوع من الفكر الداعشي بفرنسا. وهيدا الشيء رأيناه بكل المجاهدين اللي راحوا من فرنسا تيحاربوا بسوريا وبالعراق تيعملوا الجهاد. في قطر لعبت دور كبير مثلا بتمويل الكثير من الجماعات المتطرفه، بتمويل كمان الكثير من حركات الاخوان المسلمين في فرنسا وفي اوروبا. ودائما الخدعه اللي بيستعملوها هي انه بيستعملوا خطاب تقدمي، خطاب مودرن، خطاب حديث جدا، تيبثوا نوع من الافكار تطال بعض من الماينوريتيز، بعض من الاقليات، تتحسسهم انه هن مغبونين ببلاد الغرب، وانه نحن عم نعرض عليكم عالم افضل، عالم تقدمي، لانه شعارهم تقدميه شوي او اساليبهم تقدميه كثير للاخوان المسلمين، وفي تمويل من وراء هيدا الامر، والدوله الفرنسيه بتغض النظر. وهلا عم يندموا على هيدا الشيء لانه سمحوا لانه تخلق موجه كبيره من التطرف في فرنسا. في هلا نسبه الحجاب، ولكن ليس الحجاب العادي، ولكن الحجاب النقاب. نسبة المنقبات في فرنسا بضواحي باريس عم توصل ل 40% كمان. ما في اعتراف بالحدود، بحدود الدول وبسيادة الدول. هناك ما يسمى بالأمة الإسلامية. بدهم يأسلموا، كل ما فيهم يوسعوا حدودهم بقلب البلد اللي هن فيه، ببلشوا يوسعوا الحي تبعهم، الجيتو تبعهم، بعدين بيوصلوا للعاصمة، بعدين بيوصلوا لغير مناطق. كل ما فيهم يوسعوا كل ما كسبوا أكثر. يعني هو بالنسبة لهم هيدا بلدهم. وبالنسبة لهم في مرة صار في نوع من التحقيق بضواحي باريس، وسألوا أحد المسلمين هونيك، سألوه طيب أنت الدولة عم تعطيك مساعدات، طب أنت ما عم تشتغل، طب ليه أنت ضد الدولة الفرنسية؟ قال عم يدفعوا لي الجزية. فعلا. يعني ليكوا بأي منطق عم يتحدثوا، بمنطق رجعي، بمنطق غير محترم لسيادة البلاد ولا لحدود البلاد. لذلك هن بيعتبروا حالهم ببلدهم وين ما كان بلدهم، والشريعة هي اللي لازم تحكم. هيدا هو الخطر. أستاذة ميا خضراء، أشكرك للغاية، أشكرك جدا.